دلوقتي يا جماعة جون ادوارد دلوقتي، يعني الراجل دوت شغال في نادي الزمالك. بأمانة الراجل عامل شوية حاجات حلوة. هو جايب صفقات ككواليتي. اللعيبة اللي في الدوري المصري لا هي كواليتي عالي. اللعيبة ديت لعبت في دوريات، يعني عايز اقول لك دوريات حلوة، دوريات نظيفة، دوريات فيها كورة. وشفنا دلوقتي اللعيبه في الفيديوهات لمساتها عامله ازاي ولعبها عامل ازاي واهدافها عامله ازاي، فيعني خلاص انت شايف اللعيب اللي جاي لك جاي لعيب حلو. تمام. ضيف بقى عليه اضافه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. احنا كنا جايبين واحد اسمه زيزو بالونه من الدوري البرتغالي، كان قاعد دكه، دلوقتي بيقولوا لك من احسن لعيبه في مصر. تمام. كنا جايبين واحد اسمه امام عاشور من غزل المحله، بيقول لك دلوقتي من احسن لعيبه في مصر. كنا جايبين صفقه جامده، النادي الاهلي كان عامل عليها ضجه، بن شرقي كان قاعد دكه برضك وبقى من احسن لعيبه اجانب دخلت مصر او محترفين دخلوا مصر. فانا عايز اقول لك نادي الزمالك مصنع النجوم. يعمل اللاعب الانديه تحاحي وراها وتحافي وراه. يعني اكتر ناس اخذت فلوس وقيمه تسويقيه للاعب هي لعيبه نادي الزمالك، من امام لزيزو لبن شرقي. عاملين دلوقتي في اوضه الملابس بتاعت الاهلي مبوظين الدنيا. ولاعيبه عايزه تمشي من النادي الاهلي عشان خاطر عايزه فلوس، وهم دول احسن مننا في ايه؟ فانا عايز اقول لك نادي الزمالك بيصنع نجوم. فاللعيبه اللي جايه لك ديت لو مش نجوم هيبقوا نجوم من جمهور الزمالك ونادي الزمالك. هما بقى مخنوقين من كده، عارفين ان الزمالك بيجيب لاعب 30% بيخليه 100%. فهم طالعين يقول لك طب اتحدى، بص بقى يعني خلاص كلام فارغ، اتحدى اي زملكاوي يقول لي التشكيله ايه. يا عم صفقات لسه جايه جديده، الناس قافله على نفسها. صفقات انت مش عارف ناس الزمالك جابها منين اصلا. تمام. ومستغرب الناس قافله، ولا بيقولوا ده هيلعب يمين ولا شمال. لا يابا احنا مش عايزين حد يعرف، احنا عايزينهم كده. انا كزملكاوي مش عايز اعرف، انا عايز الدوري يبدا. تمام. عشان اشوف يعني الحلويات اللي جات الزمالك. الفرقه اللي جت اللعيبه اللي جت الزمالك ديت لعيب، انا شفت فيديوهاتها، انا هتكلم عن نفسي، شفت فيديوهات فيها مشروع لعيبه ان هو نادي الزمالك يضيف عليه بقى الحلويات بتاعته يخلي اللاعب 100%. وهتتفرج على اللعيبه ديت هتبقى بكام بعد كده. واحنا بنعمله، عملنا زيزو هنعمله 100 غيره، وعملنا فرجاني وعملنا بن شرقي وعملنا امام، عملنا 100 غيره، لدرجه ان انا اخدت منك السوبر الافريقي في عز مجدك في عز لعيبتك، بالقيم التسويقيه اللي انت كله قال لك النادي الزمالك هيروح يشيل 6 ويرجع. اخدت منك السوبر الافريقي. تمام. وانت ما كنتش باين في الماتش، ووصلت معاك في السوبر المحلي، خليتك تجيب جاز وخليتك في الاخر تحتفل بالسوبر المحلي. ايه يعني لسه اخد منك سوبر افريقي لو ايه و120 دقيقه كمان، خليتك تحافي مع نادي الزمالك. وخد التقيله، انسحبت مني في الدوري، خايف تروح تقابلني باللعيبه بتاعتك والفلوس الياما اللي انت صارفها، ويا عيني تكسبني 1-0 او تتعادل معايا او اكسبك، وده الاكيد. انت فاهم انا بكلمك في ايه؟ بكلمك ان الزمالك وصل الاهلي لمرحله الجنون، ان يشتري لعيبه. يقول لك ايه ده ليه ياخد مين زيزو انه ياخد 100 مليون؟ انت اعطيته نص مليار. انت بص الزمالك خلاك ما بقتش عارف تتكلم تقول ايه. يعني لا ايه ليه لعيب ب 100 واروح اشتريه بنص مليار؟ خلاه عندك ايرور في دماغك متدربكه. لو الدربكه اكتر الصفقات الجديده اللي جابت نادي الزمالك. لو يقول لك الزمالك مقفول قيد اتفتح 30 مليون، انت عايزه كده 30 مليون، خلاص يابا الزمالك بقى شركه استثمار عالميه. خلاص الناس كلها بتستثمر فلوسها في الزمالك. استثمار. استاد بيتعمل، لا كيت بيتفتح، لا صفقات بتيجي، وانت بقى متغاظ. انا عايز اجيب صفقات وعايز امشي لعيبه. واللعيبه بص، لعيبه الاهلي محروقه خلاص. لعيبه الاهلي بقت بتلعب بقصه ايه؟ انا بلعب، انا خدت فلوس، خدت فلوس جامده العب بالغزاله للروقان. لكن اللعيبه اللي جايه الزمالك لعيبه جعانه كوره، لعيبه عارفه جمهور الزمالك ايه، لعيبه عارفه جمهور الزمالك ايه. يعني اللعيبه جايه هتاكل نفسها قدام الزمالك، قدام جمهور الزمالك، هتاكل اي حد هيقابلها. ناس جايه تثبت نفسها، لكن اللعيبه اللي معاك خلاص شبعانه، شبعانه فلوس وشبعانه كوره. ده بس لو طلع اقول لكل جمهور نادي الزمالك اخواتي وحبايبي اللي انا بتشرف ان انا واحد من جمهور نادي الزمالك عشانهم. احنا عيله كده، احنا عيله، واحنا بنشجع الزمالك عشان بطوله. يلا احنا ما بنشجعش الزمالك يلا عشان بطوله. يلا
هي خلاص فترة الواحد طلع شاف النادي ده، حب النادي ده، مش عارف يغيره ولا هيغيره، لان سر سعادته ان هو يشجع نادي الزمالك، سر السعادة. خسرت كسبت، بس اقول لك حاجة، احنا الموسم اللي فات واللي قبليه احنا خلينا الاهلي مش عارف الزمالك ده، يعني احنا مبوظينه موقعينه مكسحين رجوله، واحنا مش عارفين نقف قصاده. انت فاهم؟ انت واقف على رجلك ومش عارف تقف قصادي. فده بقى انا مخلي كله يقول لك دلوقتي كل كلامهم بقى خلاص وصلوا حته البطولات. حبيبي انت ولا اي حاجه، انت طلعت انتر ميامي، طلعت قابلت الفرق البرازيليه اللي ما عندهاش ربع بطولاتك كسحتك. انت مبسوط اللي انت طالع حصلت المجموعه عشان تعادلت 4-4. فكر مفيش فكر خالص. انا انت لو رحت كاس العالم هتعمل ايه يا عم؟ انا مش هعمل حاجه، بس رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. انا ما بقولش انا وانا والحديد التاني وانا رايح اخد كاس العالم وفي الاخر اطلع حصاله بس. فهي ديت ده اللي النادي الاهلي بقى فيه دلوقتي، مش عارف يتكلم، مش عارف يقول اي حاجه، شاغل باله بالزمالك. ده اخد الزمالك معاه كاس العالم، يعني احنا ما رحناش كاس العالم، هو اخده معانا كاس العالم، كل حلقاته عن نادي الزمالك. فعايز اقول لك بس ان الموسم اللي جاي عامل دربكه، خلاص هيبدا يوم الجمعه مع سيراميكا اول ماتش، عامل دربكه لجمهور النادي الاهلي والناس التقال اللي في النادي الاهلي. فعايز اقول لك ما تشغلش بالك يا صاحبي، معاك جون ادوارد دوت، الراجل شغال، مش شاغله باله باي حد، واللاعب اللي عايز يجدد يجدد واللي مش عايز يجدد ما يتجددش. وقبل اي حاجه كده عايزك تصلي على سيدنا محمد واعمل اللايك بتاعك الجميل وشير للفيديو عشان خاطر احنا عيله جامده. السلام عليكم.